راح ارفعها هيك وشوفوا لي كيف نفخت ونفشت. تفرجوا الله على هالمنظر. وهي الوصفة خاص ناصلة إلك أخي العزابي. رح أعمل لكم اليوم مناقيش الزعتر على طريقتي الخاصة بالنكهة غير شكل. المناقيش هاي بدون عجن بدون تعب وبدون جهد. مثل ما قلت لكم مناقيش الزعتر. فأول شيء رح يلزمني هذا الزعتر الشهي الغير شكل. نزل الزعتر اول شيء على وعاء. ورح يلزمني كمان بصلة حمراء مفرومة ناعم وبصلتين خضر مفرومين بهذا الشكل. فوق الزعترات بسم الله. يلزمني كمان بدوراية مفرومة ناعم بهذا الشكل وعرقين 3 أخضر فريش. رح نزل من فوق الزعترات كمان. وشوفوا لي مزيج هالالوان الغير. وعصب هي الأكلة دبس الفليفلة. فيكم تستعملوا الحلوة وفيكم تستعملوا الحارة. رح ننزل عليه شي معلقتين كبار من دبس الفليفله بهذا الشكل الظريف. واخيرا ليس اخرا رح نضيف عليها السماق. والسماق بيعطيها نكهه غير شكل محرزه من السماق. بالاخير زيت الزيتون. وزيت الزيتون حصرا هي محرزه من زيت الزيتون. بسم الله. شوفوا لي هالالوان. تفرجوا لي على هالمنظر. وهلا شوفوا لي مزيج هالغير شكل. نخلط المكونات كلياتها مع بعض وشوفوا لي هالخليط الغير شكل. شايفين هذا هو القوام الغير شكل لهالخليط. تفرجوا لي هالمنظر. ريحتها بتاخذ ضبنات العقل. وهلا بجيب خبز التورتيلا او اي نوع خبز متوفر عندكم. رح جيب من الخليط تبعي ورح افرده على نص الخبزه بهذا الشكل. وتفرجوا لي اللون وشوفوا السقسقه. وهلا بالنهايه رح تشوفوا لي النكهه الغير شكل. رح تقولوا لي اطيب من اللحمه يا شيخ. هلا رح نطب الخبزه على النص الحلو. نكون عملنا اول وحده ساده. وهلا كمان رح ندللكم اياها مع شويه اشقوان. وهلا رح تشوفوا معي كيف. كمان رح جيب من هذا الخليط الغير شكل. وعن جد شوفوا لي لون هالخليط الغير شكل. تفرجوا منظره ما اروع. هاي اختياريه. فيكم تضيفوا الاشقوان مثلي يا عيني على الاشقوان. وفيكم ما تضيفوا. نطب هذا النص على الثاني ونعمل له ضغطه خفيفه. هلا بدي اعمل باقي الكميه بالذات العمليه. رح ضيف شويه اشقوان. رح اترك شويه. هلا بعد ما عملت مناقيشي كلياتهم او العرايس بدي اروح فيهم على صاجه حاميه على الغاز. بدنا نشويهم على الطرفين. ارجيكم الترتيب. وهلا وعلى صاجه حاميه رح نزلهم بهذا الشكل الظريف. ورح نشويكم كم وحده ونرجيكم الترتيب الغير شكل. ورح اتركهم ليتأمروا على الطرفين ورد ارجيكم اياها. العمليه رح تاكل معي بين 10 ل 15 دقيقه لاشوي كله. سمعتوا لي هذا الصوت وعرفوا انه اموركم صارت باللوز. رح افتحها هيك وارجيكم هالمنظر. شوفوا 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 شطة الاشقوان. هلا رح اجي اقلبها على الطرف الثاني. الله على هالمنظر. شوفوا هالتأميرة ما تبلى. والثاني رح نعمل لها قلبه. الله. ورح اشويهم كلياتهم بهذا الشكل الغير شكل. ورح ارفعها هيك وشوفوا لي كيف نفخت ونفشت. تفرجوا الله على